أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من فهد البطل. بيبدأ أول مشهد معانا فهد قاعد مع صاحبه ريكو، وريكو بيقول له يا فهد أنا طالب إيد أختك راوية. فاستغرب جدا فهد وقال له أنت عايز تخطب أخت راوية؟ ريكو رد عليه وقال له يا صاحبي، وانت عارفني كويس لا ليا في الشمال ولا المشي العوج، وعايزها في الحلال. راح فهد اتنطر من مكانه ووقف وقال له انت اتجننت يا ريكو، انا ما عنديش بنات للجواز. رد ريكو وقال له كلام ايه ده يا فهد؟ انت بتقول الكلام ده لصاحبك؟ قال له فهد يا صاحبي وصاحبك على القهوه، دق الجدعنه منك على دق الجدعنه مني، وهي دايره في سقيه الصحاب، لكن بقى لا هناكل جدعنه ولا هنشرب صحوبيه. انا راويه اختي ومربيها وهي صغيره، وانت راجل متطلق وطليقتك مرضياك يا صاحبي، وكمان رد سجون. راح ريكو لحقه في الكلام وقال له ما انت كمان رد سجون. فقال له فهد عارف ان انا كمان رد سجون، بس انا عايزه اجوز اختي للملك، واحد احسن منه ومنك، ده اختي يا جدع، يعني طلبك مش عندي يا ريكو. وهوب بقى بتدخل راويه وبتزعق وبتقول ايه يا فهد، عمال تشتري وتبيع فيا ولا كأني جزمه قديمه؟ مش تسالني الاول؟ مش يمكن اكون موافقه؟ فشخط فيها فهد وقال لها خش جوه يا بيت. ريكو قال له ده اخر الكلام عندك يا فهد. فهد قال له لو عندي كلام تاني ما كنتش عزيته عنك يا صاحبي. هنا بقى راوية صارت اكتر وقالت له في ايه يا اخويا؟ في الاول قلت اننا بنتقابل من وراك وعدينا الاصول، دلوقتي الراجل دخل البيت من بابه. راح هوب فهد اداها قلم على وشها وقال لها يلا امشي من هنا خش جوه، وخلصت يا ريكو. ومشي ريكو قال له بس انت كده ظالم. بعد كده رن تليفون فهد ولقى نادر بيه بيقول له عايزك بالليل يا فهد. قال له ليه يا باشا؟ مش خلاص ابوك مشاني؟ قال له تعالى بس عايزك في حوار تقيل، اشوفك بالليل. وبيتنقل بين المشهد بعجيبه شايله صينيه عليها كوبايه شاي، وغلاب بينده عليها وبيقول لها عجيبه. فردت عليه وهي متردده، فقال لها ازيك يا عجيبه؟ قالت له الله يسلمك يا حبيبي. قال لها امال فين وفاء؟ قالت له في اوضتها فوق. قال لها الله، امال الشاي ده لمين؟ قالت له ده بتاع وفاء. فجاه قال لها بقى انا هشربه وانت بقى اعملي لها غيره. راحت هوب موقعه كوبايه من على الصينيه لانها كانت حاطه سم الوفاء. راح زعق لها وقال لها اعملي لنا شاي بقى انا وفاء، وطلعهن فوق. وبيتنقل بين المشهد لفهد بيصالح راوية وبيقول لها انت اختي ومربيكي، الواد ريكو ده مش هينفعك، والحب بعد كده يا اختي هيخلص، وبعد كده هتشرب المر وتربي ولد مش ابنك، بلاش يا اختي الجوازه دي. وبيتنقل بين المشهد بنادر مع ابوه وبيقول له فهد هو اللي هينفذ وهيخطف لنا الواد من المصحه. فابوه التمساح بيقول له اشمعنى يعني فهد؟ انا ما بحبش الواد ده. قال له علشان مش من رجالتنا ومحدش هيشك فيه. شويه وجا فهد ونادر بيقول له في واد في المصحه بيتعالج وانا عايزه. فقال له فهد ماله ده؟ قال له نادر ده واد كده سرق مننا بضاعه. فضحك فهد وقال له هو انتوا اي حد معدي يا باشا بيسرقكوا ولا ايه؟ فقال له نادر الزم ادبك يا فهد واعرف انت بتكلم مين. فقال له فهد هاخد في الحوار ده بسم الله الرحمن الرحيم كده 100 باكو يا باشا. فقال له كتير يا فهد. قال له يا دوب يا باشا وانت شواف بقى. فقال له ماشي يا فهد هديهم لك لما تخلص، بس انت نفذ العمليه. وبيتنقل بينا المشهد بالحاجه فايزه الشبح مع ابنها في المصحه وبيقول لها لما اخرج يا امي هعمل ايه؟ قالت له هتبص لنفسك ومذاكرتك وتبقى كويس ومحدش يبقى زيك. قال لها ما تزعليش مني يا امي، انا خيبت املك فيا، كان نفسي ترفعي راسك وانت ماشيه جنبي، وانا غلطان وان شاء الله هصلح كل غلطي، وكمان هكتب كتابي على اسيا، دي بنت طيبه يا امي وملهاش ذنب وانا ابو الولد اللي في بطنها. فامه قالت له ويمين الله اول ما تخرج من هنا هاخدك من ايدك وتكتب كتابك على اسيا حتى لو كانت بنت التمساح يا ابن فايزه الشبح. وبيتنقل بين المشهد وفهد ونادر في العربيه، ونادر بيقول له هو ده المكان اللي فيه الواد. فقال له فهد مقضيه يا باشا ان شاء الله وما تقلقش معاك فهد البطل. راح نادر قال لفهد انت يعني ما سألتش نفسك يا فهد مين ضرب عليك نار؟ قال له فهد سألت نفسي يا باشا وما لقيتش رد. فقال له نادر البورس هو اللي رمى عليك النار. فقال له فهد عدنان؟ قال له جدع. قال له الله ده شقه هوت وبيخربش. قال له نادر ابقى خلي بالك بعد كده. وبيتنقل بين المشهد لكناريا بتزعق لاختها وبتقول لها انت اللي قلت لفهد ان هند تبقى بنتي؟ قالت لها انا حسبتك قلتي له. قالت لها ده انت عايزه توقعي بيني وبينه بقى. فجاه في دخلت طليقها انا عايز بنتي يا كناريا وبنتي تلزمني طالما انت هتتجوزي فهد. فقالت له البنت مكتوبه باسم ابويا. قال لها انا كده عداني العيب. وبيتنقل بينا المشهد وفهد واقف قدام المصحة ومعاه واحد اسمه غريب وقال له أنا عرفت يا غريب إنك أنت هنا الكل في المصحة وكمان مسيطر. قال له أنت مين الأول؟ قال له مش مهم أنا مين، أنا ليا بس عندك طلب،
قال له امرني يا باشا، عايز تدخل حاجه في الاستخبص للعيانين؟ قال له لا، انا عايز اخرج حد في الاستخبص. قال له لا يا باشا، مش فاهمها دي. قال له في جثه عندكم عايز اهربها. قال له دي تحصل ازاي دي؟ قال له دي تبعك بقى انت. قال له حلاوتي يا باشا. قال له فهد 5000 جنيه. قال له لا يا باشا قليل، ده لو اتقفشت فيها كلبوش وحبس. قال له فهد 10000 جنيه ومرضيه معاك يابا. قال له ماشي امين يا باشا. وبيتنقل بين المشهد ونادر في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه راويه، وبتقول له انا استجدعتك قوي لما ما قلتش لفهد. فقال لها نادر انا جدع قوي مع اللي تستاهل. فقالت له انا هقعد اسبوع بس لحد ما اقبض وبعدين همشي اخر الشهر، بس ما تقولش بقى لفهد اخويا، دي تبقى مصيبه. فقال لها نادر وعلى ايه القلق ده كله؟ تعالي اشتغلي عندي، انا عندي قاعده صغيره كده، تعالي اشتغلي فيها واسترزقي. قالت له راويه ايه انت فاكرني ايه؟ ارجوك سيبني في حالي، انا مش ناقصه. فقال لها نادر انا عايزه اشوف وشك كل يوم، والعرض يا قطه موجود واكتر. وبيتنقل بين المشهد وفهد وكناريا واقفين على النيل، وكناريا بتقول له مالك يا فهد؟ قال لها موضوع ريكو وراويه ده قلقني شويه، كان نفسي اجوز راويه جوازه كده مرتاحه. فقالت له كناريا القلب يا اخويا وما يريد وهي حره. قال لها لا مش عندي الكلام ده، ريكو صاحبي وكل حاجه، بس الدنيا معوجه معاه وحالته حاله. فقالت له كناريا ما انا برضو يا اخويا متطلقه ومعايا بنت، ابقى معوجه؟ قال لها ما اقصدش يعني، ده ريكو رد سجون. فقالت له كناريا الله، ما انت كمان رد سجون، واللي ما ترضاهوش يا اخويا على اختك ما ترضاهوش على بنات الناس. فقال لها انت هتبكتيني ولا ايه؟ قالت له انا بقول لك بس الصراحه، ولا انت زعلان من صراحتي؟ وبيتنقل بين المشهد بغلاب مع صبحي في الغيط، وبيقول له غلاب معلش يا صبحي انا عارف انك زعلان مني من ساعه ما سبت المحجر بعد وفاه اخويا حماد الله يرحمه، بس اهو انت بتزرع في ارضك والحاله عالي العال والحمد لله، وانا خطوتي عزيزه يا صبحي، انا جيت لك علشان الغفير بتاعي عايز يتجوز بنتك عفاف. قال له تحصل لنا البركه يا عمده، بس ده متجوز وعنده 2. فقال له غلاب يعني هو كفر؟ عموما فكر على مهلك ورد عليا. بالحاج يا صبحي، الواد سواق الضيف اللي كان عندي كان عايز ايه منك؟ قال له ده كان عايز شربة ميه يا باشا. قال له يشرب ميه؟ المية ثواب بردك. وغلاب سابه ومشي. وبيتنقل بين المشهد بفايزة الشبح مع فهد. انت فين يا ابني؟ انا سمعت ان اتضرب عليك نار. قال لها جت سليمة يا حاجة، وصاحبك التمساح يا حاجة جه على حجري، وهخطف لهم واد كده عشان يثقوا فيا. وبيتنقل بين المشهد كناريا قاعدة مع راوية وبيتكلموا، وفجأة اختها بتصوت وبتقول لها الحقي طليقك خطف بنتك في التوك توك. والمشهد اللي جاي بقى مفاجأة، وهو في المصحة وضياء نايم، وبيديله تليفون وبيقول له قوم انا سبت لك الابواب كلها مفتوحة، قوم واهرب بسرعة. وفعلا قام ضياء وهرب على البوابة، وهوب فهد بيتلقاه وبيضربه على دماغه وبيحطه في شنطة العربية. وللأسف فهد ما يعرفش ان ضياء ابن فايزة الشبح. المهم بقى فهد بيسلم ضياء لتوفيق التمساح ونادر ابنه، وبياخده في المخزن، ونادر بيقول لفهد تشكر بقى على كده وامشي انت. وفهد عمل نفسه انه مشي وفضل واقف يراقب من بعيد، وهم مكتفين ضياء، والتمساح بيسأله امك ياد اللي قالت لك تعمل كده في بنتي؟ وبيتنقل بين المشهد بفايزة الشبح بتدور على ابنها وعماله بتعيط، وبتكلم فهد في التليفون، وقالت له ابني هرب من المصحة يا فهد. قال لها ابنك اسمه ايه؟ هوب التمساح بيضرب ضياء بالنار، وفايزة بتسمع الصوت من التليفون وهي بتكلم فهد، وبتقول لفهد ايه صوت ضرب النار اللي عندك ده؟ هنا عرف فهد ان ضياء يبقى ابن فايزة. وبيتنقل المشهد وفهد بيعيط، وراوية بتقول له مالك؟ فقال لها ذنب كبير شايله في رقبتي ومش عارف اكفر عنه ازاي. فقال لها انا قتلت يا راوية، طلبوا مني ان اجيب لهم عيل على اساس انهم هيضربوا علقة ويمشوه، لكن غفلوني وقتلوه. فقالت له راوية طالما غفلوك يبقى انت مالكش ذنب في القتل، ده انا عايزه اقول لك حاجه وخايفه اقولها لك. قال لها قولي بجمله المصايب. قالت له طليق كناريا خطف بنتها. وبتنتهي الحلقه على كده، واستنونا في حلقات تانية جديده، والسلام.